رسميا عظمة قادمة من داخل ملفات اللعبة. في البداية كده وقبل أي حاجة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس، اللايك الجميل بتاعك. النهاردة يا صاحبي جايلك من ملفات اللعبة، معايا كل الحصريات اللي نازلة الفترة اللي جاية بإذن الله، كل الكروت الإيبك الجديدة، الإضافات الجديدة، كل يا صاحبي رسمي من داخل ملفات اللعبة. كل ما عليك إن أنت تدوس لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس، تشير الفيديو مع أصحابك. ويلا بينا نخش على أول كارت معانا وهو كارت نيمار. نيمار يا صاحبي النسخة اللي أنت شايفها قدامك دي نزلت رسمي في ملفات اللعبة، هتنزل معانا ان شاء الله الفترة اللي جاية. هنشوف بقى هتبقى اوفر كام، مثلا 101 102 هنشوف. عندك بعد كده روماريو، خفة بقى وسرعة وتحركات، حاجة جامدة جدا. روماريو هينزل معانا برضو الفترة اللي جاية، الكلام ده رسميا. عندك بعد كده الواد ادميلسون. ادميلسون ده يا جدعان سرعة، مهارات، دريبل عالي جدا، حاجة جامدة جدا لعشاق الحرفنة، الناس اللي هي الحنكوشة يا جدعان بتاعت المهارات. عندك بعد كده كافو. كافو حاجة جامدة جدا يا جدعان في الار بي، سواء دفاعيا وهجوميا، طاقات عالية جدا. بعد كده عندك كارلوس، روبرتو كارلوس، ومش هتكلم على كارلوس، فاولاد بقى، عرضيات، سرعة، استامنة عالية جدا. كارت هيبقى اسطوري ان شاء الله يا جدعان لروبرتو كارلوس. بعد كده عندك جيرارد. جيرارد ده بقى تاخد منه تسديدات، باصات، حاجة جامدة جدا يا جدعان، في نص اسطى في النص يا جدعان، حاجة جامدة جدا يا جدعان. جيرارد هينزل برضه معانا رسمي الفترة اللي جاية. عندك بعد كده التعاقد الجديد وهو روبرتو باجيو. باجيو ده يا جدعان اللعبة لسه متعاقدة معاه جديد، نازلة طبعا أول نسخة ليه صانع لعب، ولكن اللي احنا نعرفه إن هو مهاجم. عندك بعد كده كانافارو ده من أقوى وأفضل الدستروير اللي في اللعبة، قصر طوله بيديه جامب عالي جدا، وعنده خفية وحاجة جامدة جدا يا جدعان في الدفاع، طاقاته أسطورية وعن تجربة. عندك بعد كده ماكيليلي. ماكيليلي يا جدعان في السي دي ام انكر مان كما يقول، حاجه كده زي كانتي. بص يا جدعان بتلاقيه في كل حته حرفيا، حاجه جامده جدا يا جدعان. طبعا ماكيليلي على بساط بقى وطاقات دفاعيه عاليه جدا. عندك بعد كده سكولز. سكولز زي جيرارد يا جدعان، ولكن ده تسديدات ناريه، كل تسديد على المرمى يا صاحبه، حاجه جامده جدا في نص الملعب برضه، هتاخد منه بساط، ونسخه انجلترا حاجه جامده جدا يا جدعان. عندك بعد كده فرانك ريكارد. ريكارد يا جدعان حاجه جامده جدا برضه في السي دي ام، نسخه جامده جدا يا جدعان، هتبقى غير النسخ كلها اللي نزلت قبل كده للاعب ريكارد، يعني هتبقى بطاقه اسطوريه. عندك بعد كده لياو بيك تايم، يعني كانت مفاجأة كبيرة جدا يا جدعان إن أنا ألاقي لياو نزل في بيانات اللعبة. وعلى فكرة النسخة دي من بدري في البيانات، ولكن اتحدثت دلوقتي، بيجي شكلها زي ما انتم شايفينها كده. عندك بعد كده جيرو. جيرو يا جدعان نازل الغريبة، لقيته بيك تايم في ملفات اللعبة بنفس الصورة اللي موجودة حاليا. طبعا بقى جيرو فينش بقى وهيدر، حاجة جامدة جدا يا جدعان في حراسة المرمى. لياو طبعا سرعة ودريبل. عندك بعد كده الواد توموري. توموري يا جدعان يعني مش عارف اقول فيه ايه، لانه مدافع اسطوري يا جدعان وبيلعب معاك ار بي، حاجة جامدة جدا توموري. واللي هيعرف معنى كلامي اللي مجربه، يعني اللي مجرب اللاعب ده هيعرف انا بتكلم عن ايه. عندك بعد كده كالابري. كالابريا في الار بي باك دفاعي جامد جدا يا جدعان، زي بافارد كده ولكن بيك تايم، يعني حاجه جامده جدا. عندك بعد كده ده السشكوف. السشكوف يا صاحبي يعني نزلت له نسخه قبل كده ما كانش قد كده، ولكن ان شاء الله النسخه ده تبقى كويسه. عندك بعد كده كوردوبا. كوردوبا يا صاحبي زي كانافارو، ولكن كانافارو طاقاته الدفاعيه جامده جدا، كوردوبا ده خفيف شويه. عندك بعد كده اللاعب اللي انت شايفه قدامك ده مش عارف اسمه كده، ولكن هنشوف. عندك مدافع الارسنال ده صاحبي اللي انت شايفه قدامك، ده برضه موجود في ملفات اللعبه وينزل معانا الفتره اللي جايه. عندك الار بي بتاع برشلونه، 4 نجوم ايبك، 4 نجوم، مش عارف بيعمل ايه وامتى ده لاعب اصلا ما اعرفش. عندك امبورزيني، يعني احنا نعرف امبورزيني السي دي ام، ده كان نزل ايبك قبل كده 5 نجوم، ولكن ده 4 نجوم. فيعني هم دي اللعيبه يا جدعان جايبها لك من ملفات اللعبه، كل كارت وكل لاعب من اللعيبه اللي انا قلتها لك النهارده ده نازله رسمي في ملفات اللعبه. طبعا هنشوف هينزلوا الفتره اللي جايه،
هنشوف طبعا كارت نيمار يبقى كارت اسطوري نسخة البرازيل. روماريو كارت مختلف جدا يا جدعان. نسخة كانافارو ده هتبقى اسطورية. طبعا لعيبة كتير، يعني عندك سكولز نسخة انجلترا دي هتبقى حاجة جامدة جدا. طبعا باجي والتعاقد الجديد ده اللاعب اول مرة ينزل في اللعبة. هنشوف طبعا نسخة خيالية الباجي يا جدعان، لاعب اسطوري طبعا. طبعا اكتب لي رأيك في الكومنتات، يعني انت شايف اللعبة دي هتنزل ازاي وامتى؟ لان كارت رافائيل لياو ده يا جدعان بقاله فترة كبيرة جدا في اللعبة، لكن كان كارت ايبك من غير صورة، حاليا بقى له صورة. كارت جيرو هيبقى كارت مهاجم اسطوري، فينيشر بقى وهيدر حاجة جامدة جدا. تيمور يا صاحبي كارت اسطوري يلعب معاك ار بي وسي بي، حاجة كده زي الواد مين يا جدعان، زي اروخو. شفت اروخو يا جدعان بيلعب معاك في السي بي، بيلعب معاك في الار بي. تومورا يبقى نفس الحكايه. بس كده يا جدعان ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. استعرضت لك كل التحديثات اللي نزلت في ملفات اللعبه في تحديث الخميس، يعني كل اللعيبه اللي انا قلتها لك دي موجوده. كل ما عليك ان انت تكتب لي رايك في الكومنتات، هل شايف اللعبه دي هتنزل ازاي؟ لايك واشتراك، محتاج اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات. اشوفك في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.